أعزائي المشاهدين في كل مكان في العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم تاني في حلقة جديدة من وصفة سلام أحمد. ناس كتير قوي الأيام اللي فاتت دي مبوظة على الناس عيشتها بسبب ما تستخدموش يا جماعة مرقة الفراخ أو مرقة اللحمة أو مرقة الخضار عشان فيها سم قاتل وهتبوظ لك صحتك وهتجيب لك سرطانات وكل الكلام الهري ده. تعالوا بقى النهارده كده بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم في الموضوع ده باستفاضة شوية وبالهداوة ونعرف كده ونرد على الناس ونعرف الدنيا ماشية ازاي. بس الاول في حاجات بديهيات كده الناس ما بتعملهاش، لا بتعمل سبسكرايب لو احنا على اليوتيوب، ولا بتعمل متابعه لو احنا على الفيسبوك، ولا بتشير الحلقات، ولا بتعمل اي حاجه، ولا بتسيب كومنت، ولا بتسيب لايك. مع ان الكلام ده بديهيات يا جماعه المفروض ما اتكلمش فيه، بس انا خلاص لازم اتكلم فيه عشان 98% من اللي بيشوفوني من 180,000 بيتفرجوا عليا وما بيعملوش سبسكرايب ولا متابعه. فبعد اذنكم ننزل نعمل الكلام ده. اولا يا جماعه بالنسبه لمرقه الدجاج، مرقه الدجاج زي ما اتفقنا ان فيها ملح الصيني او الاوجوموتو او الملح اللي هو الاي 621. كل ده مسمى لحاجه واحده اللي هو الملح الصيني. الملح الصيني يا جماعه بيعتبر مش ملح عادي، ده مكسبات طعم، بيضرب الطعم او النكهات كلها اللي موجوده في الحاجه بيضربها في 8. يعني احنا بنشتري الحاجه من بره، لو احنا حاولنا نعملها في البيت هنلاقي حاجه بره اطعم. ليه؟ عشان الملح ده. الملح ده بدا يتباع يا جماعه بشكل منفصل، بيتباع في السوبر ماركت تحت اسم ملح اوجوموتو او الملح الياباني او الملح الصيني. بيتباع بمتوفر وامن، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده ان منظمه الصحه الامريكيه الاف دي اي ومنظمه الصحه الكنديه، ودول اعلى منظمتين صحتين في العالم، بيهتموا جدا بشعوبهم. يعني مستوى الصحه في امريكا وكندا عالي جدا بالاهتمام بالشعوب بتاعتها، فاحنا برضو دول مكان موثوق فيه. ومنظمه الصحه المصريه برضو اقرته واعتبرته من الحاجات المصرح بيها في الاكلات، وطبعا حاجه مطمئنه. تاني حاجه موضوع الملح الصيني. الملح الصيني يا جماعه بيخش زي ما قلنا في كل المنكهات، سواء مرقه الفراخ، مرقه الخضار، مرقه اللحمه، مرورا باللانشون، كمان للصوصات زي المايونيز والمستردة والكاتشب بمنتجاتهم كلها، للبرجر اللي احنا بنجيبه من الشارع. فكل حاجه من دول فيها ملح صيني. بس المفروض انا كبني ادم عادي المفروض ان انا ما ادخلش الملح الصيني في كل وجباتي. بمعنى اصح ايه؟ ان انا ما افطرش الصبح لانشون اللي هو فيه ملح صيني، على الغداء اكل ملوخيه ورز معمولين بمرقه فراخ فيها ملح صيني، وبالليل اتعشى مثلا برجر او بلويف او اي حاجه من الكلام ده كله. فطبعا انا بتكلم على الاغنياء اليومين دول. ما علينا، دول ما ينفعش ان انا في الثلاث وجبات طول الاسبوع اكل الكلام ده كله. طب احنا نعمل ايه؟ منظمه الصحه العالميه قالت في الكلام ده، والاف دي اي الامريكيه قالت الكلام ده، ومنظمه الصحه الكنديه قالت الكلام ده. احنا ناكل الملح الصيني عادي بس بمحاذير. ازاي المحاذير؟ يعني الناس اللي عندها ضغط، عندها كوليسترول، عندها مشاكل في القلب، الكلام ده كله ما تاكلش ملح صيني الا بعد استشاره الطبيب او بمحاذير او تمنعه خالص. ليه؟ لانه ملح فيه بيختلف عن كلوريد الصوديوم اللي هو الملح العادي، بس برضه ليه نفس التاثير على الضغط. فما ينفعش ان انا اخده واكله باستمرار واقول ده امن. حاجات تانية، احنا يعني بنتبع سنه النبي عليه الصلاه والسلام ان احنا ما ناكلش حتى الشبع. نحن امه اذا اكلنا لا نشبع ولا ناكل حتى نجوع. شر ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه. فاحنا يا جماعه مش كل حاجه نجري ونقول ده مفيد ونجري وراها. احنا لو احنا حسبنا، لو احنا حطينا مرقه الدجاج على شوربه او على اكله هياكلها 5 افراد، فانا كده برضو في المكان الامن. لان احنا لو حسبنا يعني كل واحد هياكل قد ايه منها فهو مقدار بسيط جدا. فيا جماعه الملح الصيني او مرقه الدجاج مش هتموتك، بس كمان كترها ما ينفعش. كترها ما ينفعش ان انا اكل على طول بمرقه دجاج، او ان انا لازم اوزع مرقه الدجاج. يعني ما احطش المكعب بحاله، ممكن اقسمه على نصين بحيث ان انا اقلل لو انا ما فيش خلاص يعني وقت ان انا اعمل الكلام ده، يبقى هو اقسمه على نصين واشتغل. حاجه تانية يا جماعه عشان نقفل الموضوع بعد اذنكم يا جماعه، ديننا امرنا ان احنا نبحث، مش نبحث في ديننا بس، نبحث عن اي معلومه بتجيلنا. فسواء انا سواء حد تاني تابعوا ورا مننا. والناس يا جماعه اللي بتقول حاجات على النت وبتقول نصايح على النت تخلي بالها، في ناس بتتبعنا وفي ناس بتصدقنا.
فبعد اذنكم ما تقولوش اي حاجه تسودوا على الناس عيشتهم اكتر ما هي سودة. فبعد اذنكم يا جماعه، الناس اكتر حاجه هتخاف عليها صحتها. فانا بعد اذنكم الناس تخلي بالها في اللي هي بتقوله، والناس المتلقيه تدور ورانا وتشوف وتبحث وتعرف، عشان ما تاخدش الكلام ثقه وتاخده وتمشي عليه. دايما بنقول لو في اي مشكله معاك طبيه راجع الدكتور. دايما انا بقول لو اي مشكله عندك طبيه راجع الدكتور، ما تمشيش ورا كلامي، انا كلامي ممكن يكون غلط. فبعد اذنكم ما تسودوش على الناس عيشتهم، وبعد اذنكم يا متلقيين دوروا ورانا. اشوفكم دايما على خير. كان معاكم احمد محمود، وصفه سهله مع احمد. دمتم في امان الله.